حصيلة مؤقتة: 11 وفاة و9 مفقودين جراء التساقطات المطرية القوية بالمغرب. السلام عليكم ورحمة الله. على إثر التساقطات المطرية الرعدية جدا القوية التي عرفتها 17 عمالة وإقليم بالمملكة، أخبرت وزارة الداخلية في حصيلة مؤقتة تسجيل 11 وفاة بكل من أقاليم طاطا 7 أشخاص، وتزنيد شخصان، والراشدية شخصان أحدهما من جنسية أجنبية. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي في تصريح للصحافة اليوم الأحد بالرباط أن هذه التساقطات أسفرت أيضا عن تسجيل 9 أشخاص في عدد المفقودين بكل من أقاليم طاطا والراشدية وتارودان. وأضاف أن هذه التساقطات المهمة المسجلة في اليومين الفارطين تمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، بل وتتجاوز أحيانا ببعض المناطق المقدار السنوي المعتاد، حيث سجلت 250 ملم بطاطا، و203 ملم بتنغير، و114 ملم بفيقيق، و82 ملم بورزازات. أما فيما يتعلق بالخسائر المادية فقد عرفت المناطق المتضررة حسب الناطق الرسمي تسجيل الحصيلة المؤقتة التالية: انهيار 40 مسكنا، منها 24 مسكنا عرف انهيارا كليا، انهيار كلي أو جزئي ل4 منشآت فنية متوسطة، تضرر 93 مقطعا طرقيا ما بين طرق وطنية وجهوية وإقليمية، وانقطاع حركة السير بها، حيث تمكنت السلطات العمومية لحد الساعة من إعادة حركة السير ب53 مقطعا، منها إلحاق أضرار بشبكة تزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن السلطات المحلية وكافة المتدخلين من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية وكذا الإدارات التقنية المعنية عملت على الرفع من منسوب التعبئة منذ اللحظات الأولى وتجنيد كافة الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية من أجل التدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية وتقديم الدعم اللازم للساكنة. وأبرز أن جهود جميع المتدخلين تستمر لحدود الساعة من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة تشغيل شبكات الربط الطرقي وشبكات تزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات الاتصالات. وأشار إلى أن الجهود المبذولة تندرج ضمن نسيق شامل عماده المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات هذه الوضعية الاستثنائية منذ 29 أغسطس 2024 عبر تفعيل عمل لجان اليقظة وتحسيس الساكنة المحلية وتعبئة كافة الوسائل الضرورية بالمناطق المحتمل تضررها. وخلص إلى أن وزارة الداخلية تهيب بالساكنة المحلية وزوار المناطق المعنية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أي سلوك قد يعرض حياتهم للخطر، لا سيما وأن الحالة الجوية ما زالت غير مستقرة، مع الالتزام التام بتوجيهات وإرشادات السلطات حفاظا على سلامتهم.